اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن افضل 5 افلام لازم تشوفها. قد يكون عنوان الفيديو غريب شويه عن المحتوى اللي احنا بنقدمه، لكن بعد شويه هنكتشف قد ايه ان الافلام دي مهمين جدا. ممكن تفكروا انهم تضييع وقت وما فيهاش فايده، لكن الفايده نفسها متمثله في محتوى الفيلم وهدفه. فخلينا نبدا على طول ويلا بينا. 12 انجري مان او 12 رجل غاضب. اول حاجه ممكن تفاجئك في الفيلم ده انه متصور بالكامل في اوضه واحده. الفيلم حلو جدا، 12 ممثل قاعدين مع بعض. مش عايز احرق لكم الفيلم، لكن دول هيئه محلفين مكونه من 12 شخص بيتشاوروا مع بعض لتحديد براءه او ادانه شاب، ولازم يكون الحكم بالاجماع. وفي 11 واحد مع الاعدام، وفي واحد بس بيقول تعالوا نتكلم مع بعض ونشوف احنا ليه موافقين على الاعدام. وعلى الرغم من ان الفيلم متصور بالكامل في اوضه واحده وبالابيض والاسود، الا انك لا تشرب الملل على الاطلاق من متابعه الفيلم عشان تشوف ازاي راجل واحد مش شاف ان مش من المعقول اصدار حكم بالاعدام بدون مجرد مناقشه هذا الحكم. 12 راجل غاضب واحد من افضل الافلام اللي لازم تتفرج عليها. كلاوس هو فيلم كرتوني ورسوم متحركه من انتاج نتفليكس. هو قصه لابن مرفه ومدلل لرجل غني جدا، فابوه قرر يعينه كسائق بريد في منطقه بعيده جدا وقاسيه جدا بتحدي كبير. لازم ينجز التحدي ده عشان يرجع لحياته المرفهه مره تانية. نهايه الفيلم ما كانتش تقليديه على عكس النهايات الاخرى. الفيلم حلو جدا، لازم تتفرج عليه. ذا سوشيال ديلاما. الفيلم ده مهم جدا للناس اللي فعلا اندماج السوشيال ميديا او استخدام التكنولوجيا مدمر حياتها، والاشخاص المدمنين على وسائل التواصل. فالفيلم مهم جدا من انتاج نتفليكس. جايبين ناس كانوا شغالين في شركات السوشيال ميديا زي فيسبوك، جوجل، تويتر ومنصات تانية كتير، بيوضحوا لك ازاي بتتعامل الشركات ديت مع مستخدمينها لتلبية اهدافها والتاثير السيء عليها. الناس دي جايين يقولوا لك ان هم ندمانين على الحاجات اللي هم عملوها في الشركات دي وعن اضرار وسائل التواصل الاجتماعي اللي سببتها للمجتمع، وانهم بيستغلوا الاشخاص اللي بيستخدموها. بيوضحوا لك ازاي بتتعامل منصات التواصل الاجتماعي لخلق الادمان والتلاعب في سلوكهم. فيلم مهم جدا ولازم تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، وتبعته لاي حد من اهلك يتفرج عليه او صحابك كمان، لانه مهم جدا جدا. بعد ما تتفرج على الفيلم ده حياتك هتتحسن وهتلاحظ الفرق وهتلاقي رغبتك في مسك التليفون بتقل. فالفيلم مهم جدا لازم تتفرج عليه. وات از ا وومن هو فيلم تسجيلي وثائقي قصير لواحد اسمه مات وولش. ومات وولش هو شخص يميني طالع ينتقد المبادئ اللي منتشره عالميا دلوقتي، واللي هي وبيحاول وولش في رحلته انه يجيب على سؤال ما هي المراه او وات از ا وومن، وان رافض الحاجات دي ورافض الحاجات اللي بتحصل في المجتمعات الاجنبيه والاوروبيه. وحتى الاطفال الصغيرين بيحولوهم من ولد لبنت او العكس او ايا كان. شايف ان دي حاجه مش ما تنفعش، وشايف انها مش منطقيه خالص. وكمان ان شخص عارف نفسه على مزاجه، هو انا راجل اهوت وشايف نفسي بكره اني ست، فانا ست فتخاطبني وتكلمني على اني ست. بكره غيرت رايي فتخاطبني وتكلمني على ايا كان انا شايف نفسي ايه دلوقتي. حتى في ناس بتاخد دمار الحيوانات، يعني لو شايف نفسه حيوان ايا كان هو ايه فلازم تخاطبه بيه. حاجه سخيفه قوي. المهم هو فيلم يستحق انك تشاهده. واخيرا وليس اخرا، الفيلم الخامس 3 ايديتس. بتدور احداث الفيلم عن ان في ناس مجبوره تدخل حاجه معينه على الرغم انها مش مرتاحه فيها ولا مناسبه ليها، وبينتقد ضياع التعليم. الفيلم بيناقش قضيه مهمه جدا، واللي هي انك لا تدخل لا طب لا هندسه، مفيش حاجه تانية. وفكره ان مش كل حاجه مناسبه لكل الناس. في حد شايف ان الطب مناسب ليه، وحد تاني شايف ان الهندسه مناسبه ليه، لكن حد تالت خالص شايف ان ولا طب ولا هندسه مناسبين ليه، شايف ان كليه تانية خالص هي المناسبه ليه. الفيلم بيناقش حاجه مهمه جدا، فانت لو متردد في اي اختيار في حياتك فانا ارجح الفيلم ده انه يساعدك بشكل ما. فاتفرج على الفيلم 3 اديدتس او البلهاء الثلاثه. وبكده نكون خلصنا ال5 افلام اللي احنا بنرجحهم، واللي هم سريعا 12 انجري مان، كلاوس، ذا سوشيال ديلاما، وات از ا وومن، 3 اديدتس. دول ال5 افلام اللي نتفرج عليهم لانهم فعلا من الحاجات اللي ممكن تغير تفكيرك تجاه حاجات كتير جدا في الحياه. نلقاكم في فيديو جديد ومع السلامه.